تعال اقول لك ازاي عملت بوت يرد على الماسنجر او على العملاء بتوع الماسنجر زي ما انت سامع كده. تمام، من خلال الذكاء الاصطناعي وبدون اي تدخل مني وكمان مجانا. يا اهلا بكم من جديد، معاكم ابراهيم خليل من ان بالعربي. وان شاء الله النهارده هنتكلم ازاي اخلي الماسنجر يرد على العملاء او رسائل العملاء وكمان بالذكاء الاصطناعي. وعايز اقول لكم ان الذكاء الاصطناعي بدأ يبهرنا يا جماعة، لدرجة ان هو بدأ يفهم المنتجات بتاعتي وبيرد كمان ردود بيعية. وكمان مش محتاج ان انا اقول له لو قال لك السعر كام ابعت له السعر وكل الكلام بتاع البوتات ده. لا 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 لا، الموضوع بقى يعني اكبر مننا بكتير حرفيا بامانه. يعني انا دلوقتي بقيت ان انا بس بديله الداتا وهو بيبدا بقى يبيع للعميل. يعني الموضوع بقى جميل جدا، وبقى انا بقيت احب يا جماعه الذكاء الاصطناعي. طيب ان شاء الله النهارده زي ما انت سمعت كده هنربط الذكاء الاصطناعي بالماسنجر. وطبعا زي ما انت عارف ان طبعا ان انت عشان تعمل مثلا حاجه زي كده فانت عندك ادوات زي ميني تشات. وميني تشات انت عارف انه طبعا بيبتدي من $0، بس بعد كده بيبتدي يحاسبك لو انت عديت ال 500 كلاينت بقى. وعندك بقى اللي انت ترد على الكومنتات ده بسعر ومش عارف ايه، والماسنجر بسعر، والانستجرام بسعر، والتليجرام بسعر مش عارف ايه وكل الكلام ده. وكمان بيبتدي معاك من $15 في الشهر، وليك ليميت معين لايه، لعدد العملاء في الشهر. لكن ده مجانا. انا بستخدم كل اللي انا بستخدم ذكاء اصطناعي مجاني زي ما انت شايف كده، اوبن روت ماشي، بيوفر لي شات جي بي تي 4 تمام مجانا. بستخدم ان ات ان مجانا، ده عباره عن موقع اوتوميشن انا بنزله على السيرفر بتاعي تمام مجانا، او انزله على الجهاز بتاعي لو انت مش عايز تشتري سيرفر عشان ما تقوليش انت بتكلفني انزله على الجهاز بتاعك، مفيش اي مشكله. فيسبوك بيديني ابلكيشن باخد منه التوكن وبحط نقط وخلاص، خلص الموضوع، كل ده مجانا ماشي. طبعا انا هسيب لك لينك الايه السكريبت ده تحت في الديسكريبشن، تنزل تقدر تحمله وافهم الشرح كويس. مش عايز منك حاجه اكتر من كده. مبروك عليك الاوتوميشن المجاني ده. طيب، عباره عن ايه الاوتوميشن؟ عباره عن اول حاجه ويب هوك. بس انا عارف ان انا زهقتك، بس ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وتعمل اكسبلور لو انت على اي سوشيال ميديا شانل. طيب، اول حاجه احنا عندنا الايه الويب هوك. الويب هوك ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن حاجه بتاخد الداتا. يعني أنا لو فتحته كده ماشي، شايفين الحاجات دي. خلينا نجيب ايه، الجيسون فايل. شايفين كل الحاجات دي عباره عن ايه؟ البارامتر. يعني مثلا انا عندي ايه هنا، هو انا عندي هنا رساله بتقول ايه، هاي ماشي، اللي انا بعتها ده العميل بيقول لي هاي ماشي. فخليني مثلا اشغل عشان برضو ايه اوريكم. هدوس على تيست ورك فلو وهروح على الصفحه انا اهو بالاكونت الشخصي. شايفين الماوس؟ ادي الاكونت الشخصي وده الصفحه بتاعتي ماشي. انا مثلا هكتب له ايه، اهلا بيك يا ان ات ان ماشي. هيبتدي زي ما انت شايف كده يروح يبعت الرسالة للذكاء الصناعي، يبدأ يترجمها ويرجع يبعتها تاني. تمام، أهلا وسهلا بك، كيف يمكنني مساعدتك اليوم إذا كان ماشي. حتى لو بصيت إن الرسالة اللي اتبعتت، بص هنا اهوت في الذكاء الاصطناعي، هي نفس الرسالة اللي اتبعتت في الماسنجر. أهلا وسهلا، كيف يمكنني مساعدتك اليوم مش عارف إيه. بصوا، أهلا وسهلا بك، كيف هي مين اللي بعتها؟ الذكاء الاصطناعي. بناء على ايه؟ بناء على الويب هوك. هو هنا هو الويب هوك بعت له، خد الداتا من الماسنجر وبعت له بيقول له اهلا بك. العميل بيقول لك اهلا بك يا ان ان، ده انا ماشي. بدأ الويب هوك ياخد الداتا دي ويبدأ يعدلها. زي ما انت شايف انا هشرح كل الكلام ده بس انا بفهمك الورك فلو ماشي ازاي. بدأ ان هو يعدلها وبدأ يبعتها لشات جي بي تي. وانا طبعا عامل كود عشان لو حصل ايرور ولا حاجه ماشي. ده يعني مثلا ما يفضلش كل شويه يقعد يزهق العميل يقول له معلش الرساله كان فيها خطأ فانا مش عارف ارد عليك ماشي. فده انا قابلته تمام. كتر خير واحد صراحه ياباني فهمني النقطه دي، فكتر خيره صراحه. فبدأ ان هو ايه يعدل على الرساله، وبعد كده يبدأ ان هو ايه يبعتها تاني. طيب، تعالوا ايه نشوف الموضوع ده.
نبدأ ازاي؟ نبدأ على بركة الله. الأول الويب هوك، أنا بروح أول حاجة بعمل ويب هوك. الويب هوك ده باخد اللينك ده عشان يجيب لي الداتا. طب هجيب الداتا منين؟ بروح أول حاجة على فيسبوك اب ديفلوبر أو ديفلوبر على طول بقى، خلاص ماشي. خش على أول لينك، تمام، وبروح على ماي اب. طبعا لازم ابقى مسجل بحسابي على الفيسبوك، ولازم يبقى الصفحه انا الملك الشخصي بتاعها. هتقولي طب انا لو عندي عميل مثلا لازم تبقى ادمن ولازم تبقى واخد كل الاكسس، ده طبيعي ماشي. تبدا تدوس على كرييت الاب اهو، الخضراء او الزرار الاخضر ده. تبدا تكتب اسم الابلكيشن مثلا، فانا هكتب مثلا ان مثلا ماسنجر، وهبدأ أقول له نيكست. طبعا هنا ده الإيميل بتاعك ماشي. طبعا هنا بتروح على أذر، تختار أذر، دوس على نيكست أهو، يعني أنزل الصورة بتاعتي بيزنس نيكست. طبعا هنا بيتراجع بيانات البيزنس بورتفوليو، ولازم تختار بيزنس بورتفوليو. ولو انت ما عندكش كاريت واحد هيقول لك كرييت، هتدوس هتكريت، تدخل برضو ايميلك ورقم تليفونك، انت كده كريت بيزنس ماشي. انا اختار مثلا واحد اهو، وتدوس ايه كريت الابلكيشن. انا عشان عامل ابلكيشن ماشي، فانا كل اللي انا هعمله انا هخش على الابلكيشن بتاعي. انت بعد ما تدوس على كريت الابلكيشن هتلاقي المنظر ده، هتلاقي المنظر قدامك كده ماشي. طبعا هنا دي الابلكيشنز اللي عندك اللي انت تقدر تاخد عليها اكسس براحتك ماشي. هتلاقي من ضمنهم ايه؟ هتلاقي من ضمنهم الماسنجر. هتدوس على سيت اب. حلو حلو ماشي. طب وبعد كده، بعد ما تدوس على سيت اب ماشي، هتروح على اب سيتنج بيزك. اب سيتنج ايه بيزك، وهتبدا تاخد الاب اي دي والاب سيكريت دول تحفظهم عندك عشان هنحتاجهم خلاص. وتحط حاجه اسمها برايفسي بوليسي. طبعا انت عندك موقع اسمه ترمس فيد، لو رحت له كده جو تو ترمس فيد هيبتدي ان هو يطلع لك برايفسي بوليسي او سياسه خصوصيه. هتدوس على ساين اب، تختار ان انا عايز اعمل سياسه خصوصيه وهكذا. لو انت عندك ويب سايت عليه سياسه خصوصيه خدها. بعد كده تدوس سيف تشينج. خلاص كده انت في الامان. طيب ليه انت عملت الخطوه دي؟ عشان انا لو حبيت ان انا احول الابلكيشن بتاعي اللايف وابدا ابعت رسائل للعملاء والعملاء يبعتوا لي كل الكلام ده، تمام، يبقى الدنيا سهله عليا. طيب وبعد كده انت بعد ما تختار المفروض ماشي الماسنجر وتدوس على سيت اب الماسنجر، هتلاقي ان هو ظهر لك على ايدك الشمال زي ما هنشوف دلوقتي. يعني انت بعد ما تدوس على السيت اب دي المفروض هيظهر لك هنا تحت ماسنجر. هتدوس بقى على ايه مسج اي بي اي سيتنج خلاص. طيب هتبتدي يفتح لك الصفحة الجميلة بتاعتنا دي. تنزل هنا تحت، في هنا ايه configure web hook، اللي هو ايه هات لي بقى ماشي الويب هوك اللي انت عايز تاخد منه الداتا. حلو حلو. فانا هنا اهوت هروح اخد التيست، اخد الويب هوك ده، وابدا ان انا اروح ابدا احط الويب هوك، يبدا ان هو ايه يجيب لي الداتا. طب حلو خالص. هتيجي تدوس على verify and access، هيقول لك طب انا عايز التوكن، انا عايز التوكن. طبعا هنا التوكن هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره، هتكتب كده A B C 1 2 3 ماشي. هتدوس على verify and save، مش هيديك ايرور. ليه؟ لان انت لازم تدوس على listen for test event ماشي. لازم تدوس ايه listen for test ايه event، وتبدا ان انت تدوس على، خلينا نرجع هنا اهوت verify and save. هتعمل كذا مره الحركه دي ماشي لغايه لما تلاقي الصفحه حملت معاك. الصفحه ايه حملت معاك. طب لو كرر تاني الغلط ده او الموضوع برضه عمال يتكرر معاك، حول الاب مود بتاعك ماشي للايف. حول الاب مود بتاعك لايه للايف خلاص. طيب
بعد ما تحمل الصفحة، طب وريني، خلاص تعالى اوريك اهو. خليني اوريك، انا هروح اعمل ورك فلو بالمنظر ده، بتدوس ان هو. طبعا الناس اللي مش عارفة، انت كل اللي عليك، كل اللي هتعمله هتدوس على الثلاث نقط دول وتقول له import from file، وهتروح تحمل الفايل من الويب سايت. هتلاقي الويب سايت او لينك التحميل تحت في الديسكريبشن. تدوس ان هو وتروح تحمل الملف، هيديك نفس الداتا دي. ماشي، يديك نفس الداتا دي بالظبط. خلاص. والناس اللي مش عارفة ازاي تفتح N8N، عشان برضو تبقى عارفة، تكتب هنا هو في الويب سايت او في جوجل N8N، هتروح للموقع ده وتروح تسجل. بيديها 1000 اوتوميشن مجاني. هتدوس على جيت ستارتد ويديها 1000 اوتوميشن مجاني، ويديها كمان 14 يوم على اللي هو البريميوم، يروح يسجل بياناته هنا. خلاص. طيب، وبعد ما يسجل هيديله نفس الشكل ده بالظبط، فينه نفس الشكل ده بالظبط. خلاص. هقول له create workflow، يدوس على الثلاث نقط import ايه from file، ويحمل الفايل اللي انا سايبه له تحت. هتروح طبعا هتعمل ويب هوك. ماشي اهو بالمنظر ده. هتدوس على اللينك ده وبتبدأ تروح تحطه هنا اهو. خلاص. وتكتب ان هو ABC 1 2 3، نفس المنظر ده. بص، هتدوس verify and save، هيديك ايرور. حلو حلو. بس هنا لما ادوس على listen ده يعني هات لي الداتا، verify and save، هتروح هتلاقي الداتا سمعت عندك عادي اهو. ماشي اهو التوكن بتاعك ABC. محتاج ان انا اروح ارد على الفيسبوك ان انا وصل لي الايه الداتا. فهروح هنا اهوت اقول له edit الفيلد بالمنظر ده اهو. هروح اسحب حاجة اسمها، لو نزلنا تحت، اسمها الهابي تشالنج كده، واروح اديها اعمل حاجة اسمها respond to webhook بنفس المنظر ده. ماشي. واقول له انا محتاج تكست. كل اللي انا هعمله هسحب ايه ده كده. ماشي اهو. تمام. تعالوا نجرب بقى. بصوا لما ادوس verify and save، خلينا ايه اتست تريجر كده verify and save. تمام. انا عرفت الغلطة فين. المفروض هنا في الريسبوند، المفروض هنا using respond to webhook، لان انا قلت له ايه يعني رجع الداتا. خلينا نجرب كده. المفروض انت لما تدوس على verify and save المفروض هو يحمل وخلاص كده، مفيش أي مشكلة. تمام. يبقى تاني، أنا كل اللي أنا عملته، أنا عملت ويب هوك. ماشي. خدت اللينك ده خليته جيت، خليت ريسبوند تو ويب هوك. خلاص. ورحت حطيت اللينك بتاعي. ماشي هنا اهوت، وهنا ABC. وبعد كده عملت edit field، رحت عملت حاجة اسمها edit field، وجبت حاجة اسمها الهاب تشالنج. ماشي من هنا اهوت. وبعد كده بدأت أعمل حاجة اسمها respond to web hook، إن أنا أستجيب للويب هوك وأعمل هنا respond text، وسحبت الإيه الهاب تشالنج. هنا هو ده الريسبوند بتاعي أو ده الرقم بتاعي. ماشي. بس كده أنا بدأت إن أنا أجيب إيه، أجيب الداتا. أجيب الداتا من الماسنجر. ده خطوة رقم واحد. أنا كده بجيب الرسائل من الماسنجر. طيب، طب أنهي داتا بقى اللي أنا عايز أجيبها؟ يعني أنا لو نزلت تحت أنا عايز أجيب إيه الداتا اللي أنا عايز أجيبها؟ أنا مثلا عندي في حاجات كتيرة جدا. في عندي مثلا company overview، عايز أجيب الإيميل، general info، العدد، الساعات، كل الحاجات دي ليها علاقة بالصفحة، الممبرز، كل الكلام ده. بس أنا عايز أجيب المسج. أنا هختار المسج وهختار. طب دي هتظهر إمتى؟ هتظهر بعد ما الصفحة تحمل معاك. ماشي. اختار إيه تاني؟ الفيد برضو من ضمن الحاجات اللي أنا أختارها. وهختار الايه مسج، خلاص قلناها قبل كده.
بس كده ده اللي انا هختاره. وبعد كده انا هو بقى تختار الصفحة، تدوس على اد بيج وتبدأ تختار الصفحة اللي انت عايز تاكسس عليها. خلاص. وبعد ما بتختار الصفحة، يعني خلينا نعمل كده ايه ريكونكت، خلينا اختار صفحة تانية. ماشي، ننزل كده، خلينا ندوس على edit previous setting، خلينا اختار مثلا الصفحة دي، اقول له continue واقول له save. انا كده اخترت صفحة ماشي ان انا اكسس عليها، بحيث ان انا اجيب منها لما العميل يبعت لي بيانات ابدا ان انا ايه اخدها في الويب هوك. طيب هنزل تحت، ماشي، هدوس على add subscription. طبعا هنا هو الحاجات اللي انا هختارها، انا هختار المسج وهختار الفيد، اختار الاتنين دول، مسج والايه والفيد، زي ما احنا شايفين كده. add subscription المسج، واختار الايه الفيد تحت، واقول له ايه كونفورم، يعني عايز اكسس على المسج والفيد. طيب انا دلوقتي بعد ما ضفت الصفحه ورحت عملت اخترت المسج و اخترت الفيد، ماشي، ودوست كونفيرم، كده انا بقى ليا اكسس على الصفحه. طيب ايه الخطوه اللي المفروض بعد كده؟ الخطوه اللي المفروض بعد كده، خلينا بقى نرجع للويب للورك فلو الاصلي. بروح اعمل للويب هوك الاساسي، بروح على كلمة سيتنج دي وبعلم على العلامة دي، ان انا اروح اخلي الويب هوك يروح يجيب داتا ويودي داتا. يعني انا دلوقتي جبت الداتا ان العميل بعت لي كلمة هاي، ماشي، او ايا كان اهلا بك يا نت ان، عايز بقى اروح اجيب داتا، ماشي، ابعتها للماسنجر. يعني بختار حاجة اسمها بوست ده يعني يروح يودي الايه الداتا. طيب خلينا ارجع كل حاجة زي ما هي، اروح بقى اخد ده واروح ارجعه نهوت في الويب هوك، بحيث ان انا ايه اشتغل بقى طبيعي عادي خالص. ABC 1 2 3 زي ما اتعلمنا. اعمل listen وابدا اقول له verify and save. طيب فبعد ما عملت سويتش، انا رجعت كل حاجة زي ما هي، عملت سويتش اهو تمام، بيظهر لي هنا بوست بقى، كلمة بوست جيت ده خلاص اللي هو بيستجيب للويب هوك، عشان كده بيسيب معايا. هنا بقى ببدأ إن أنا أعمل إيديت للفيلد. إيه الإيديت للفيلد اللي أنا بعملها هنا اهوت؟ ماشي، خلينا أشغل كده التريجر، خلاص، وأروح على الصفحة، أقول له إيه، أبدأ أقول له هاي، شغال أهو، الصوت ده بحب أسمعه. طيب بروح هنا اهوت على edit الفيلد، انا هنا اهوت بروح اعمل ايه في الايديت الفيلد؟ طبعا انا بسحب الاي دي بتاع مين؟ بتاع السندر اللي هو الراسل. فهتنزل هنا تحت، طبعا انت كل حاجه هتبقى عندك جاهزه فمش محتاج انت تعمل حاجه تانية. تمام، انت بتروح على السندر اي دي بتسحبه هنا، ماشي، والمسج اللي هي الهاي اهي تكست بتسحبها كده، خلص الحوار. وبعد كده بتروح توصله بإيه؟ AI agent. بجيبه منين؟ بجيبه من هنا AI agent أهو تمام. بتروح تقول له define below، ماشي، هتديله إيه؟ هتديله المسج، ماشي، اللي هي هاي، وتبتدي إن هو تختار حاجة اسمها system message. في السيستم مسج بتقول له أنا عايزك تبقى مساعد
في الماسنجر، وتبعت لي رسالة 1000 كاركتر. طبعا هنا انت بتبدأ تديله الاوفر فيو، بتعمل كده هاشتاج اوفر فيو. يعني ايه اوفر فيو؟ يعني انت هتقول له انت بياع بقى، وانت بتراسل العميل على الماسنجر، تمام. تبتدي تديله حاجة اسمها البرودكت، ماشي. ايه هو البرودكت؟ تبتدي تديله تفاصيل المنتج، ماشي. تبتدي تديله التاسك، يعني ايه تاسك؟ تاسكاته، ماشي. ايه التاسك بتاعته، تمام. ولازم تديها له في هاشتاج كده عشان الهاشتاج دي يفهمها المفروض يتعامل مع الناس ازاي، تمام. وتبتدي تديله تفاصيل المفروض لما عميل يقول لك كذا المفروض ترد عليه بكذا. طب العميل قال لك كذا، طبعا انت بتتعب في البرومت ده او بتتعب في الامر ده، ممكن تكتبه عربي مش شرط انجليزي على فكرة، ماشي. بتتعب في ان انت تديله كل التفاصيل اللي انت بترد بيها على العميل وهو بيفهم، وتبتدي انت تجرب وتعدل، تجرب وتعدل، تجرب وتعدل، وهتلاقي ان الذكاء بيبدأ ان هو يعدل من نفسه. الذكاء الاصطناعي يعني بيبدأ ان هو يعدل من نفسه وبيفاجئك بالنتائج. يعني انت لو سألته سؤال بره المواضيع اللي انت مديها له، هيبدأ إن هو يقرأ كويس ويحلل الكلام ويبدأ يبعت للعميل، ماشي. طيب بعد كده بروح على الشات موديل، ماشي. الشات موديل إن هو أنا بستخدم أوبن روت، وأوبن روت ده بيبقى عبارة عن موقع مجاني بيديني APIs مثلا لشات جي بي تي 4. أنت بتروح تدوس على Create Credential وتدوس على Open Document بالمنظر ده. شرحتها كذا مرة بس ما فيهاش مشكلة نشرحها تاني عشان خاطر عيونك انت بس. تدوس على كلمة كرييت اهي، هنا بتسجل، بتدوس على ساين اب، وبعد ما تدوس على ساين اب بيظهر لك المنظر ده، تقول له كي او المفتاح يعني. بعد كده كرييت كي، بعد كده تقول له هنا مثلا اسم، اي اسم، وما تحطش هنا اي حاجة، تقول له كرييت، هيديك كود. الكود ده هتروح تحطه هنا. مبروك عليك، عندك شات جي بي تي مجاني، خلاص خلص الحوار، تمام. طيب بعد كده الكود ده عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة، بقول له ان انا عايزك في المسج اللي انت هتبعتها لو فيها ان، اعمل لها ريبليس. ان اللي هو null، ان اللي هو مثلا null، او مثلا في ايرور من الاخر يعني، تمام. اعمل ريبليس لايه؟ للداتا، ريتيرن الايه؟ الداتا. الداتا اللي هي مين؟ اللي هي ده، اللي هو الاوتبوت بتاع الاي اي ايجنت، ماشي. ده الكود، خلاص. وبعد كده ابتدي ابعت لي الداتا لايه؟ للماسنجر. ده عبارة عن ايه بقى؟ الكود ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن التوكن اللي انت بتاخده من الفيسبوك. لو رجعت ان اهوت للفيسبوك ديفلوبر، بتروح على كلمة اسمها تول جراف اي بي اي، بتروح تاخد منه توكن اهو. بيبقى التوكن ده جميل، بس مش لازم طبعا تروح تحدد الصفحة. يعني هنا بيبقى فيه حاجة اسمها يوزر توكن، بتروح تاخد اكسس على الصفحة اللي انت عايز تعمل لها توكن، ماشي. وبتروح تاخد بيرميشن. البرميشن اللي انت عايز تاخدها بقى هنا ايه؟ بتروح على الاوبشن ان هوت وتسلكت الاوبشن اللي انت عايزها. طبعا الاوبشن هنحتاجها ان هوت اللي هي عندنا فين ان هوت. طبعا هنحدد حاجات كتير بس انت تحدد بقى ايه؟ بيج مسج، مسجنج، مانج بوست، ماشي. عايز تحددهم كلهم مفيش مشكلة، تمام. بس طبعا انا بحدد المسجات بس عادي انت لو حددتهم كلهم مش هيحصل حاجة يعني. بعد كده بتبدأ تقول له generate access token، خلاص. بتروح تاخد الاكسس توكن ده، تاخده كوبي. بعد كده نفس التول، بتروح على access token debugger بالمنظر ده، تروح تحط هنا اهوت الاكسس توكن، تدوس على كلمة debug. بيبدأ ان انت تنزل لتحت تحت خالص، تقول له extend، لان اللي فوق ده اخره ساعة وينتهي.
بتاع الفيسبوك بيديك اكسس توكن اهو، ممكن مدته مثلا تقعد معاك حوالي 3 شهور، بتاخده وتروح تحطه فين بقى؟ هتروح على NNN، تروح تحطه بعد كلمة توكن يساوي دي، ماشي؟ تشيل كل الكلام ده وتحط الكود الجديد بس، متعملش حاجة تانية. وبعد ما تعمل كل الكلام ده، طبعا الجيسون فايل ده ما تغيرهوش. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ان هو بروح اقول له ابعت لي الرسالة اللي مطالعة من الشات جي بي تي للاي دي ده، الاي دي ده اللي هو العميل يعني، ماشي؟ ليه للاي دي ده، فبيروح يبعت فعلا الرسالة اللي طالعة من شات جي 2 بي تي. o'clock. الساعة 2 الصبح، بنصور الساعة 2 الصبح يا جماعة عشان خاطركم والله، ماشي؟ ابعت 2 الرسالة، o'clock. خلاص عرفت. ابعت الرسالة من العميل ده، تمام؟ الاي دي ده، ليه الاي دي ده اللي هو العميل يعني، اللي طالعة من الشات جي بي تي. طيب، وبعد كده خلاص بتبتدي ان انت تدوس على تيست ورك فلو، وتبدا ان انت تجرب وهكذا، وتبدا ان انت تتابع الصفحه. نصيحه مني، جرب على صفحه ما بتستخدمهاش قبل كده، وبعد كده ابدا ان انت اعملها على الصفحه اللي انت عايزها، تمام؟ ده كده بالنسبه للاوتوميشن بتاع ماسنجر. طبعا بتدوس على كلمه اكتف، وتدوس على كلمه سيف، وبتبتدي تشتغل عادي، مش هيحصل اي حاجه، ما دفعتش جنيه، كله مجاني، كله فور فري. متخليش حد يضحك عليك. كان معاكم خليل من NNN بالعربي، ومتنسوش ان انتوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.